عاجل مدرب منتخب الموزمبيق يتوعد المنتخب الجزائري ولن تصدق ما قال. السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. شكرا لكم جزيل الشكر. قال مدرب منتخب الموزمبيق شيكيوني كوندي أن الفوز على المنتخب الجزائري في الموعد المرتقب بين المنتخبين في تصفية كأس العالم سيجعل الشعب الموزمبيقي يتشبث أكثر بحلم بلوغ العرس الكروي العالمي العام القادم، خصوصا عقب الفوز الأخير المحقق على حساب المنتخب الأوغندي في الجولة الخامسة من المنافسة بالثلاثية مقابل هدف واحد في العاصمة المصرية القاهرة. ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري الذي عاد بكامل الزاد من العاصمة البوتسوانية غابرون اليوم الجمعة عقب فوزه على المنتخب المحلي بالثلاثية مقابل هدف واحد سيستقبل سهرة الثلاثاء نظيره الموزمبيقي لحساب الجولة السادسة من تصفيات المونديال على ملعب حسين أيت أحمد في تيزي ويزو، علما أن منافس الخضر كان قد حل بالجزائر سهرة الجمعة قادما من العاصمة المصرية القاهرة، حين واجه نظيره الأوغندي لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 وتفوق عليه بالثلاثية مقابل هدف واحد. وأكد التقني الموزمبيقي في تصريحات خاصة بها الإعلام في بلاده قبيل السفر إلى الجزائر أن مواجهة المنتخب الجزائري لا تتشابه، واللقاء الأخير أمام أوغندا على اعتبار أنها ستكون صعبة للغاية، خاصة عقب الفوز المحقق الذي عاد به الخضر خارج الديار على حساب المنتخب البوتسواني. غير أن شيكيوني كوندي أكد أنه يحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه تكمن بضرورة تحقيق حلم شعبه بأكمله ببلوغ المونديال المقبل. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني الجزائري يحتل صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وهذا مفرح جدا في التصفيات المونديالية ب 12 نقطة وبفارق النقاط عن نظيره الموزمبيقي قبل لقاء المنتخبين الثلاثاء القادم، فيما يحتل المنتخب الغيني الصف الثالث برصيد 7 نقاط، يليه منتخبي بوتسوانا وأوغندا ب6 نقاط في المرتبة الرابعة، ومنتخب الصومال أخيرا بنقطة واحدة عقب فرضه التعادل السلبي على منتخب غينيا على أرضه في الجولة الماضية. بيتكوفيتش يبدأ رحلة التحضير لمباراة موزمبيق بقرار أسعد لاعبي الجزائر. بدأ مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش صاحب 61 عاما التحضير لمباراة موزمبيق المقرر يوم الثلاثاء المقبل على استاد حسين أيت أحمد في مدينة تيزي ويزو الجزائرية ضمن الجولة السادسة من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعدما أتم لاعبو الخضر بنجاح مهمتهم في فرانسيس تاون بتحقيق فوز مهم أمام منتخب بوتسوانا يستعيد صدارة المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبي غينيا وأوغندا والصومال. وبحسب بعض المصادر فإن بيتكوفيتش بعد نهاية لقاء بوتسوانا أكد لمسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم في مقدمتهم الرئيس وليد صادي ضرورة بقاء اللاعبين ساعات إضافية في غابورون من أجل إفطار البعثة جماعية، ما سيسمح لهم باستعادة أنفاسهم ثم استغلال رحلة العودة ليلا في النوم، سعيا من المدرب السابق للمنتخب السويسري للانطلاق مباشرة في التحضيرات للقاء الموزمبيق بعد الوصول إلى الجزائر ببرمجة حصة تدريبية إضافية، مع التذكير بأن منتخب الخضر اعتاد في المباريات السابقة العودة مباشرة بعد نهاية اللقاءات، لكن الظروف اختلفت في المعسكر الحالي. وأضاف المصدر ذاته موضحا أن من الأسباب التي فرضت على بيتكوفيتش تغيير برنامج المنتخب الجزائري وضعية منتخب موزمبيق الذي استفاد من يوم راحة إضافي أتاح له السفر مبكرا إلى الجزائر بعدما لعب مباراته ضمن الجولة الخامسة في العاصمة المصرية القاهرة وفاز على منتخب أوغندا ب3-1، ما يعني أن لاعبي هذا المنتخب تفادوا السفر لمسافات طويلة جدا عكس لاعبي الخضر، وما يجعلهم في حالة بدنية أفضل قبل لقاء مباراة الثلاثاء المقبل. أرقام مثيرة، بيتكوفيتش يحول منتخب الجزائر إلى آلة حصاد للانتصارات. يواصل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قيادة المنتخب الجزائري لحصد الانتصارات انتصار تلو الآخر، وجاء الدور على تصفيات نهائيات منافسات كأس العالم 2026 بعد ضمان التأهل إلى كان المغرب 2025، واستطاع أشبال بيتكوفيتش تجاوز فخ مواجهة منتخب بوتسوانا رسم الجولة الخامسة من تصفيات نهائيات منافسة كأس العالم 2026. وفازت كتيبة محاربي الصحراء على نظيرتها كتيبة الحمير الوحشية بنتيجة 3-0 في مباراة مرهقة وشاقة جدا لعبت في تمام الساعة 2 زوالا بملعب فرانسيس تاون.
وبالانتصار الثمين على بوتسوانا، كون التقني البوسويني قد وصل تحريك أرقامه بمنح تصاعدي مع المنتخب الوطني الجزائري. ووصل بيتكوفيتش إلى مباراته 11 على رأس العارضة الفني لكتيبة الخضر، كانت 9 منها رسمية في تصفية نهائيات كان المغرب ومونديال 2026 فضلا عن مواجهتين في دورة فيفا الودية. وحقق منتخب الجزائر بقيادة بيتكوفيتش 8 انتصارات وتعادل مرتين، فيما تجرعت عمل خسارة في لقاء واحد إلى حد الآن. وبعد الانتصار على بوتسوانا وصل بيتكوفيتش إلى انتصاره السابع في المباريات الرسمية التي حقق فيها أيضا تعادلا وحيدا وهزيمة. ودائما مع المواجهات الرسمية سجل هجوم الخضر 22 هدفا من مجموع 28 سجلها في جميع المباريات، فيما تلقى الدفاع 5 أهداف في تصفيات الكان والمونديال و11 في جميع المواجهات. وأظهر المنتخب الوطني الجزائري قوة وصلابة في مبارياته التي لعبها تحت قيادة بيتكوفيتش خارج الديار، سواء في تصفيات نهائيات كأس إفريقيا أو تصفيات منافسة كأس العالم. وخاض بيتكوفيتش وأشباله 5 مواجهات رسمية خارج الديار، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في لقاء واحد، مع تسجيل 9 أهداف وتلقي هدفين، ما يعكس لمسة بيتكوفيتش الفنية على المنتخب الجزائري. ماذا تحتاج الجزائر للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2026؟ استعاد منتخب الجزائر صدارته للمجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوزه على مضيفه بوتسوانا ب3 أهداف لواحد. يواجه منتخب الجزائر موزمبيق يوم الثلاثاء، وسيوسع محارب الصحراء الفارق إلى 3 نقاط في حال حسم القمة أمام موزمبيق قبل 4 جولات من نهاية التصفيات. وفي إمكان الجزائر ضمان تأهلها بشكل مباشر إلى المونديال قبل جولة من نهاية التصفيات بصرف النظر عن بقية مباريات المجموعة ونتائجها، حيث ستتمكن من حسم المركز الأول في المجموعة السابعة ببلوغها النقطة 24. وتستضيف الجزائر منتخب بوتسوانا في الجولة السابعة على أن تحل ضيفة على غينيا في الجولة الثامنة، ثم تلتقي الصومال في الجولة التاسعة. ويمكن للجزائر حسم تأهلها في سبتمبر المقبل قبل جولتين من النهاية إذا خسرت موزمبيق في واحدة من مباراتي الجولتين السابعة أو الثامنة أمام أوغندا أو بوتسوانا. أفاد مصدر مطلع أن الجهاز الفني المنتخب الجزائري فضل عدم ذكر هويته، أن بيتكوفيتش تدخل في آخر لحظة وغير برمجة عودة منتخب الجزائر من غابورون بهدف استرجاع بشكل جيد قبل لقاء موزمبيق. تمثل ذلك في تأخير رحلة العودة التي كانت مبرمجة مباشرة بعد نهاية مباراة بوتسوانا. وقرار أسعد كثيرا اللاعبين الذين يرون أن هذه الخطوة تسمح لهم بتجاوز التعب الذي نال منهم بسبب الظروف القاسية والصعبة، وخاصة في رمضان، وذلك في لقاء بوتسوانا.